بعض التعليقات السلبية على الفيديو اللي أنا نزلته دوت وجاب أكتر من مليون مشاهدة، وقال إن أنت تقطع الكورة بالشكل ده ممكن اللاعب يتصاب. ما تراجعش ورايا، اللي أنا بقوله ده الصح يا حبيبي، وهجيب لك إثبات على الكلام ده. بس تعالوا كده نشوف الفيديو اللي جاب أكتر من مليون مشاهدة وجات لي عليه بعض التعليقات السلبية. ما ينفعش انا اعمل كده اهو، مش صح. وانا بجري ممكن اتصاب، وانا بجري ممكن ما احطش رجلي في الكوره، احط رجلي في رجله. ضربه جزاء، فاول على حدود المنطقه، يعني فيها ريسك. طيب هو الصح ايه؟ انا بحط جسمي كده، مش كده. كده اهو، كده بعيد تاني. إثبات على كلام إنه صح. بص هنا المدافع دخل على محمد صلاح إزاي؟ حط رجليه قدام رجليه وبعد كده حط جسمه، فهو اللي فاز بالكوره بالثنائيات. طب بص الحاله دي، مش دي نفس الحاله اللي انا بقول عليها؟ طب لو انا غلط، لاعب باريس سان جيرمان بيعملها ليه؟